يزيد بلغ الذروة في إبطال الدين نفسه. يعني شوف، لولا ثورة الحسين، أنا مثل ما قلت لولا لولا خلافة الإمام علي، أيضا لولا التنفيس بمثل هذه الثورات لقضي على الإسلام تماما. كان يزيد بن معاوية وبنو أمية ذاهبون إلى إبطال النبوة تماما، ولذلك هو الذي قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد. وهو الذي قال فلا وحي نزل، لعبت هاشم بالملك. نعم، لعبت هاشم بالملك فلا كتاب كذا ولا وحي نزل. فهذا الرجل لا يؤمن بالنبوة أصلا، وكان هدفه وبعد مقتل الحسين رأينا ماذا فعلوا بالمهاجرين والأنصار واستباحة حرماتهم، وماذا فعلوا بالكعبة وضربها. هذا الرجل ليس يعني مصمم على نهج والده معاوية ووالده على نهج الجد أبو سفيان. كل هذه السلسلة هي من أجل إبطال دين محمد عليه الصلاة والسلام. بعضهم يبطله بالدهاء كما فعل معاوية، وبعضهم بالسفك كما فعل يزيد، وبعضهم بالمحاربة كما فعل أبو سفيان. فوقوف الغريب من يعني الشيطان لأنه شاطر، وقف مع أعداء محمد نصف الأمة. يعني نصف الأمة اليوم واقفة مع أبي سفيان ومع معاوية ومع يزيد، ومسمحون لأفعالهم. هذه خبرة الشيطان طويلة من أيام آدم إلى اليوم، خبرته طويلة. على طول أي فكرة يقول بها، مثلا أي فكرة في نصرة الإمام علي أو يزيد، أو في نصرة الإمام علي أو نصرة الحسين، يأتيك الشيطان ويقول: هذا الشيعة يقولون الشيعة دعهم، شوف الطرف الآخر، مثل ما قال الشافعي. فهذا من حديث الرافضية: برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية. نعم، بغض الفاطمية.